لو ما شفتش القسم الثاني من الموسم الاول من انمي بلو لوك يبقى على طول لازم تشوفه يا صاحبي. بنكمل احداثنا من ماتش الاكبر والاروع بين الفريق الابيض والفريق الاحمر، وبدا الماتش بين الفريق الابيض بقياده اساجي والفريق الاحمر بقياده رين. وكان فريق اساجي متحمس فشخ وبداوا في اول تمريره 1 2 3 وهوب اول جون. ايه ده؟ الجون الاول بسهوله كده. وكان اللاعب رقم 1 اللي هو اعلى ترتيبا بيتفرج على الهدف الاول وهو مش مئز منهم، اللي هو رين، اللي هو ده اخركم يعني. تعالوا لي بقى شويه نوبات يا اللي مالكمش في الكوره، انا اوريكم اللعب بجد. وهنا سدد هذا اللاعب الخارق ده من السنتره وهوب بترشق في الجون. نعم، في ايه؟ مش بنلعب احنا فيفا 2008؟ المهم يعني بكده تعادل الفريقين، وببساطة قال لهم ان كرة القدم مذبحة بالنسبة لي مش رياضة فقط. وكلام المهاجم ده اثار الغضب في نفوس فريق اساجي، لكن الواقع يا صديقي ان الفريق الاحمر ده من مستوى تاني نهائي، اول مرة اساجي يشوفه في حياته اصلا، وبالفعل احرزوا الهدف الثاني بكل سهولة. وهنا المهاجم رقم 3 ده كان عنده انفصام في الشخصية. شخصيته الأولى هي الخائفة من الخسارة والضعيفة، الشخصية الثانية بقى صاحب ردات فعل غريبة وقوية جدا، وبالفعل يحرز الهدف الثالث يا صديقي، وتكون المباراة 3-1 للفريق ده. ما هي تركيبة اللعيبة دي؟ 3 من مستوى نهائي تاني يا صديقي. واحد معتقد ان الملعب ساحه حرب، التاني مش مهتم الا بجماله، والتالت عنده انفصام في الشخصيه، وليه صفات افضل 3 في بلو لوك. وهنا ناجي يا صديقي اطلق شراره الثقه من جديد في فريق اساجي، وانطلق 3 مع صافره البدايه، وبداوا يعتمدوا على لعبهم الجماعي والوان تو باللمسه الواحده في المساحات الضيقه. لكن يا صديقي رين الا وهو اللاعب الاول كان متوقع كل اللي هم بيعملوه ده وحاول يوقف اساجي، لكن باتشر يا صديقي وناجي فهموا الوضع وطلعوا اساجي من المثلث بتاعهم وسدد ناجي بنفسه وهوب احرزوا الهدف الثاني يا صديقي. لكن هنا يرد عليهم رين ويفكرهم ان دي ليست الا ساحه المعركه، وانا هنا براهن بحياتي كلها، وسدد من وسط الملعب مرة تانية على المرمى. لكن يا صديقي مش كل مرة تيجي، اساجي تعلم من خطئه المرة الفائتة وقد تصدى لها، وهنا أثبت اساجي أنه برضو موجود في نفس ساحة المعركة بتاعة رين، وأخرج الكرة لركلة ركنية والهيشوطها هو رين. لكن رين يا صديقي يفاجئنا كلنا كالعادة، وبدل ما يرفعها لحد من أصحابه يوم هو اللي شايط تسديدة لولبية ملفوفة ولا لفة الكريمة لوحده كده في مقص المرمى. ما هذه القوة والدقة؟ وبكده الفريق الابيض هيخسر لو الفريق الاحمر جاب جون جديد، وبداوا برضه يعتمدوا على التمريرات السريعه. لكن هنا رين يقطع الكره منهم ويهجم على المرمى وباتشر ورين قدام. هل هذه النهايه لهذا الفريق يا صديقي ماذا؟ وسدد رين على المرمى بكره ملفوفه ولا لفه الجاتوه تأسر العيون يا صديقي. وهنا يا صديقي يحرز رين الهدف الخامس ويفوز الفريق الاحمر. هل هذه النهايه؟ هذه نهاية اساجي. وبسرعة وبدون أي مهدئات يشاوروا على باتشرا ويختاروه معاهم في الفريق. طبيعي زي ما احنا عارفين قواعد اللعبة إن اللي هيكسب هياخد واحد فريق لحد ما يكملوا 5 بإذن الله. ومشوا عادي جدا متبلدين الأحاسيس للمرحلة الجديدة. وهنا يا صديقي اساجي ورين هيلعبوا ضد فريق تاني خسران 2 ضد 2. لكن يا صديقي اساجي في أسوأ فتراته الذهنية من إحباط وتعب وطاقة سلبية، وهنا ناجي قام وضربه وفوقه من الهبل اللي هو فيه ده علشان هو لازم يفوق من الضعف ده علشان يكسبوا الماتش الجاي. وهنا يا صديقي قرر الاثنين انهم هيستريحوا وتاني يوم يقرروا هيعملوا ايه. وتاني يوم اتفق اساجي مع ناروهايا انهم هيلعبوا بعض 2 ضد 2. وجاء وقت المعركة يا صديقي، وفي اول المباراة حاول ناجي انه يعدي من بارو لكنه قطع الكرة منه وشاط كرة بقوة كبيرة جدا واحرز الهدف الاول. وهنا يا صديقي بيفوق ناجي ويرقص بارو بطريقة ولا اروع ويحرز الهدف الاول لفريقه. وتبدأ الهجمة من ناحية الفريق الاحمر، لكن اساجي يقطعها منهم ويبصيها لناجي، وبالفعل يستقبل ثم يسدد ويحرز الهدف الثاني. لكن هنا يستشهد غضبا بارو من السنترة يقوم شايط على الجون زي ما رين عملها لكنها تتصد. وهنا ناروهايا يقوم مستلم الكرة تاني ويقوم بعديها مبصيها لبارو وبعديها يسدد بارو ويحرز الهدف التعادل يا صديقي. بعد السنترة يقطعها بارو تاني وبعديها يبصيها للمهاجم اللي معاه جوه منطقة الجزاء وبعديها يشوط المهاجم ده لكنها تتصد، ولسه اساجي هياخد الكرة المرتدة يلاقي صاروخ معدي من جنبه الا وهو بارو وهوب يشوط الكرة ويحرز الهدف الثالث يا صديقي. سنتر اساجي وناجي للمرة الثالثة وبدأوا في الهجوم 1 2 هوب شوت في الجون، هدف ثالث وتعادل من جديد يا صديقي. سريعة لكن كعادة هذا الماتش هوب 1 2 بين بارو والمهاجم الآخر وهوب بارو يشوت كورة كالصاروخ تدخل جون.
ركز إيساجي في تحليل الحركات ناروهايا، ازاي هو بيستغل نقطه العمياء في التحركات بتاعته انه بيعدي من إيساجي، وازاي برضه رين عمل نفس الحوار ده في الماتش بتاعهم اللي فات. وهنا فهم إيساجي انه لازم يركز على الخصم وهو مش معاه الكوره قبل ما يكون معاه الكوره. ومن تلك اللحظه يا صديقي اصبح إيساجي يرى الملعب بطريقه اخرى نهائيا، ويحرز هدف التعادل يا صديقي وتكوين النتيجه 4-4. واللي يدخل الجون الخامس هيكسب. من السنترة يا صديقي حاول بارو برضو انه يشوط على الجون دايركت، لكنها ما تنفعش معاه، وارتدت الكرة في الهواء وجري عليها إيساجي وناروهايا، ويصل ناروهايا الى الكرة اولا ثم يسدد، لكنها يا صديقي تنصدم بالقائم وترتد الى ناجي، ويبدا يدخل بالكرة نحو مرمى الخصم، ويجري بسرعة إيساجي ويكون معاه بارو بيجري معاه برضو في ظهره. وبدأ إيساجي يدور على نقط عمياء لبارو ويدخل منها، وبالفعل وجدها واقتنص الفرصة يا صديقي، وهوب يعدي من ورا ظهره. وهنا يا صديقي يمرر ناجي الكرة لإيساجي ويسدد إيساجي، وبالفعل يحرز هدف الفوز يا صديقي. بعد ما الماتش ما خلص اختاروا بارو يكون معهم في الفريق، ويعود فريق إيساجي لعدده 3 من جديد. تاني يوم قابل إيساجي أصدقائه القدامى في الفريق، لكن واضح إنهم اتغيروا كتير فشخ وقرروا إنهم هيواجهوا بعض. ومن ساعة ما بدأ إيساجي حل لعب كل واحد من الثلاثة اللي هيلعبهم ويشوف هيكسبهم إزاي، وكان الفريق التاني برضه بيعمل نفس الحوار. وبالفعل يا صديقي جاء اليوم، القتال بين الفريقين، الفريق الأحمر والفريق الأبيض. وبدأت المباراة يا صديقي، وهنا أخذ الكرة بارو وحاول يدخل لنقطة تسديده، لكن كونيغامي مفتول العضلات أوقفه مرارا وتكرارا. وهنا يا صديقي ريو عدى من إيساجي ووصل لريو، وبالفعل قطع الكرة منه واستحوذ الفريق الأحمر على الكرة واتجه نحو المرمى، وكان إيساجي هو المدافع ساعتها، لكن كانت شجري موجود على الجناح ومحدش كان واخد باله منها نهائيا، فقام ريو بتعرضها ليه وهوب يستلم، وبالفعل يسدد شجري وهوب جون اول للفريق الاحمر. سنتر إيساجي وبدا يشغل قوته الجديده في رؤيه الملعب، وبدا إيساجي الهجمه وعدى من ريو، بعدها بص الكره لبارو وعدى واستنى من بارو يبصيها للكره تاني علشان هو كان مجاله مفتوح، لكن للاسف بارو اناني فشخ في لعبه وقرر ما يبصيش ويكمل. وهنا كونيغامي قطع منه كره وعمل هجمه مرتده، وبالفعل بيسدد كونيغامي في شباك فريق إيساجي للمره الثانيه، وتصبح النتيجه 2-0 للفريق الاحمر. بعدها يا صديقي قرر إيساجي انه يقود الفريق علشان كان ناجي وبارو مش عارفين ينسجموا مع بعض نهائيا. وهنا سنتر وهوب 1-2 بين إيساجي وناجي، وهوب ناجي يسدد نحو المرمى ويجيب الجون الاول للفريق الابيض يا صديقي. وهنا سنتر الفريق الاحمر وبدأوا في هجمه حلوه على الفريق الابيض، وكانت الكوره مع الريو، واذ به يمر من خلال إيساجي وبعديها بيبصيها كونيغامي تاني ويرجعها له مره تانيه في 1-2 ولا اروع، وبعديها يديها المهاجم ابو شعر احمر ده ويردها تاني لريو بسرعه جباره، ويخترق كونيغامي بعضلاته المفتوله ويخترق الجميع ويسدد رأسيه ولا اروع، ويسدد الهدف الثالث يا صديقي. وهنا يا صديقي تحول إيساجي لشخص تاني كليا، وقرر افتراس بارو والسيطرة عليه كليا، وبدأت الهجمة بالسنترة. ولاحظ ان دفاع الخصم مركز كليا على ناجي، وهنا يقرر إيساجي انه يراوغ الجميع بانه يخليهم يفتكروا انه هيباصي بارو، هوب اذ فجأة يتحول كل تركيز الدفاع على بارو، هوب إيساجي يباصيها لناجي، لكن تشجري وصل اليه بسرعته الفائقة وتبعه ريو، وهنا انصب الدفاع كله على ناجي وهوب كله ساب إيساجي مفتوح يا صديقي. وبالفعل وصل اليها إيساجي بكل سلاسة ومرونة، يستلمها وهوب يسدد تخرم الجون والجون يزغرط. أصبحت النتيجة 3-2 إلى الفريق الأحمر. بعد الجون ده أمر إيساجي بارو بأنه ملوش لعب معاهم تاني وما تعترضش طريقنا مرة تانية، وهنا استفز بارو لأقصى الحدود. سنتر الفريق الأحمر وبدأوا بالهجوم، لكن ريو كان خايف من قوة إيساجي الحالية فما كانش عارف يتصرف، فبصاها لكونيغامي على الجناح، لكن بارو هنا بيتدخل ويلحقه وهو مليان غضب، وقطع منه كرة وبدأ هو بالهجمة المرتدة، وطلب منه ناجي التمرير ليه لكنه رفض. وهنا دخل عليه كونيغامي وريو ثنائي على واحد وقطعوها منه مرة تانية، لكن إيساجي يستلم الكرة مرة تانية وخلاص. من اللحظة دي كان إيساجي بيستخدم بارو كطعم بسبب أنانيته، ودخلت تجري على إيساجي بكل قوة لقطع الكرة، لكن إيساجي عدى منه بكل هدوء وبصها لناجي. وهنا ناجي يا صديقي استخدم كل طاقته في تسديد الكرة على المرمى، وبالفعل تحتضن الكرة شباك المرمى وتحسب هدف، وتصبح النتيجة التعادل. بتبدا هجمه جديده من ناحيه الفريق الاحمر، وهنا تشجري يطور من تقنياته في استلام الكره، وقرر انه يمد الكره قدامه ويستغل سرعته الفائقه بانه يسبق الخصم، وبالفعل يا صديقي يصل ويسدد وياتي بالهدف الرابع يا صديقي.
بدأوا بسنترة مرة تانية ولسه بيباصوا لبعض ايساجي وناجي، إذ ببارو يخطف الكرة منهم ويقرر أن يصوب على المرمى مرة أخرى، والغضب يتملك منه كليا، لكنها تتصدى عادي. الكرة تترد ويستلمها كونيجامي تاني المفتول لعضلات ويقوم باصيها لريو، لكن ايساجي يضغط عليه فالكرة تطير، فينقض عليها بارو مرة تانية كالوحش الكاسر، لكن يقوم تشيجري بالضغط عليه، وهنا يظهر ايساجي كالغول المرعب أمام بارو ويأمره أمرا بأنه يبصيل الكرة وما يشوتش. وبالفعل يفترس ايساجي بارو ويباصي بارو الكرة ويطيع الكلام ويمرر له الكرة، وهنا يسدد بكل طاقته المرعبة في تلك اللحظة ويحرز هدف التعادل المرعب. يا إلهي ما تلك النظرة. وهنا يا صديقي أثنى ايساجي على بارو كانت تمريرة مثالية يا فاشل. وهنا استطاع ايساجي السيطرة على بارو بأنه يكسر غروره وتكبره الشخصي، وهنا يكون ايساجي هو الملك وبارو هو العبد. ومن تلك اللحظة يا صديقي الجميع عرف وأدرك مدى خطورة ايساجي الحالية، ذلك الوحش الكاسر. وبرضه من تلك اللحظة يؤكد ايساجي بشخصيته المسيطرة الحالية بأنه مش هيشارك خطته مع ملك ساقط. وبالفعل بدأوا اللعبة من جديد، وبدأ ريو بأنه يضغط ويهجم بعد السنترة، وحاولوا الثلاثة بفتح المسارات في دفاع فريق ايساجي، لكن مفيش قدامهم أي فرصة ضد ايساجي هذا الغول المتوحش. ببساطة قطع ناجي الكرة وردها لبارو، وبارو أصلا ما كانش مصدق إن الكرة وصلت له، استلم الكرة وما كانش عارف هل يطيع ايساجي الغول ولا يكمل على سجيته الأنانية، لكن من الواضح بعد انكساره وانكسار كبريائه لم يستطع بارو أنه يسدد من مكانه كالعادة، لكن تضربه طاقة غريبة يا صديقي ويتحرك بارو بطريقة ولا أروع، فيقوم بمراوغة كونيجامي ويقرر أن يسدد، لكن يعترض طريقه ريو، ولكن وألف لكن يقوم بمراوغته بسرعة الضوء. هل سيفعلها بارو ويستعيد ملكه ويكمل طريقه إلى المرمى؟ ويستخدم ايساجي وهو في الطريق لخداع تشيجري كمان، وينطلق هذا الثور الهائج، هذا الملك المنحورة عنقه كالأسد الجوعان المنقض على فريسته، ألا وهي الفوز. ويسدد هذا الغول وجول. ما هذه القوة، ما هذه الطاقة؟ ويصرخ بارو بالفوز، أنا الملك. وفاز فريق ايساجي فوزا يخطف الأنفاس، واختاروا تشيجري يكون الرابع بتاعهم بلا أي كلام كتير، وبكده ينتقلوا للمرحلة الجديدة. هل سيستطيع فريق ايساجي إنه يكسب المباراة القادمة ويكون فريق من 5 لاعبين أم لا؟ هذا ما سنعرفه في القسم القادم والأخير من الجزء الأول من أنمي بلو لوك. لو عجبك الفيديو يا صديقي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان تجيلك الفيديوهات أول ما تنزل، وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم.